شفت احمد حسن اللي كان كابتن منتخب مصر وهو في البودكاست بيسأله على شارة الكابتن. لو كنت في مكان احمد فتحي او لو انت موجود دلوقتي في مستوى صلاح دلوقتي اللي بيعمله كنت هترضى تسيب له شارة الكابتن؟ قال له ولا حد كان يقدر ولا حد يستجري ولا حد يتجرأ حتى كان ياخدها مني او يطلبها مني حتى. فمعلش يعني ليه ان شاء الله واخدها ورث مثلا من عيلتك، او انت صاحب القرار مثلا، او شارة المنتخب دي حد كاتبها لك باسمك مثلا. كنت لعيب زي باقي اللعيبة اللي في الفرقة. شارة الكابتن القرار ده مش بتاعك ولا بتاع اي لاعب ولا ليك فيه اصلا. انت كل اللي مطلوب منك تروح تتدرب وتفيد الفريق وتنفذ التعليمات المطلوبة منك. انما شارة الكابتن ومش شارة الكابتن دي القرار ده بتاع المدير الفني للمنتخب. يعني قرار بتاع البوس بتاع المنتخب او مدير الفني بتاع فريق. يختار الكابتن بتاعه، يختار الرول موديل، يختار الشخص اللي شايف ان هو هيأثر على الفريق بشكل ايجابي. يختاره. ان شاء الله يتغير كل سنة. مين قالك ان اقدم واحد في الفريق هو ياخدها ويفضل حاططها على ايده، يعني يلزقها في ايده بصمغ مثلا عشان محدش ياخدها منه ولا؟ فمفيش حاجة اسمها كده. فبلاش تقعد تسن سنن سيئة وبلاش تقعد تدي نموذج سيء. خلاص انت كنت كابتن المنتخب حتى وكنت لعيب في المنتخب وخلاص وخلصنا. حابب تطلع، حابب تتكلم، حابب تبقى بتقول رأيك، يعني سن سنن كويسة. اثبت حتى ان انت حتى اصلا كنت يعني حقيقي كابتن بجد. انت حكايتك كلها اتخانقت مع المدرب الفلاني، زعقت للمدرب الفلاني، قاعد يعني بتقول ما كانش حد يتجرأ ياخد شارة الكابتن. بعديها ب5 دقايق قاعد بتقول زقيت المدرب وزقني وجي يقول لي مش هلعبك الماتش الجاي، مش هبتدي بيك. فاتخانقت معاه وقلت له ليه، وقعدت شهرين ما سلمش عليه. قعدت بتسن سنن سيئة جدا اصلا مش بتاعت يعني لعيبة محترفين. احسن حاجة عملها حسام البدري في حياته، احسن قرار خده في حياته، انه ينقل شارة الكابتن من اقدم لعيب للمنتخب ويختار ان محمد صلاح يبقى الكابتن. دي العدلة المظبوطة. هو الموضوع عدلته كده. اللعيبة تتنافس على شارة الكابتن والمدرب يختار الكابتن. انما مش الدور يجيب لي كابتن. افرض الدور ده والاقدمية جابت لي واحد زي الزفت، هعمل بيه ايه انا بقى؟ يحط شارة الكابتن بتاع ايه؟ بس فمعلش يا كابتن احمد، يعني هي قصة مش عافية، يعني قصة ولا هي عافية ولا هي فتحة صدر. دي رياضة وده قرار بيبقى في مسؤولية مدير المنتخب. بيختار الكابتن. بس ليه محدش هيقدر يتجرأ يستجري يقف ليه قدامك يطلبها؟ او محدش هيقدر ياخدها ليه يعني؟